السلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة طبخ البلاد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم وصفة عجيبة وغريبة. شحال من واحد غيتعجب ويقول شنو هادشي. هذه وصفة تقليدية محافظين عليها الناس ديال البادية ديال المدينة والامهات ديالنا والجداوات. وصفة تقليدية امتياز، اللي تعرفها واللي فايت طريقها او اخر مرة دقتيها خليها لنا في التعليق، وان شاء الله غنقدمها معكم. تبعوا الفيديو حتى الاخر، ولا كنتي اول مرة كتشوف القناة المرجو الضغط على الزر الاحمر واشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وبعد الصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، نبداو ان شاء الله الوصفة. الوصفة سهلة تقليدية كما قلت لكم، هي حرشه ديال المرسيطه. وحنا تنقولوا المرسيطه، الا كانت عندها شي اسم اخر ما عليك غير تخليه لنا في التعاليق. على بركه الله كناخذوا النبات ديالنا اللي تيكون متوفر بزاف في الباديه ولا على الويدان، ويعني هكا في البلاصه اللي تيكون فيها الماء راه تيشبه بشكل كبير اللقامه او النعناع، لا في الوراق ديالو لا في الشكل ديالو، غير اللون ديالو كيكون فاتح فيه واحد الريحه زوينه. تناخذوا داك النبات ديالنا تنحيدوا لهم الوريقات، يعني على حساب الرغبه. كل ما كانت الكميه كبيره ديالو كل ما كان من الاحسن. نقدروا نقولوا 4 ديال الزليف ديال داك الوراق تناخذوهم تنغسلوهم مزيان، تنديروهم في الخلاط ديالنا، تنزيدوا عليهم فليو الزعتر، يعني باش كتعطينا داك الريحه زوينه ديال هاد الحريشه. من بعد كنديروا الخليط ديالنا في اناء، كنزيدوا عليه السميد، خماره، زيت المائده، الشكل د الحرشه العادي، يعني كنكملوا بالطريقه العاديه اللي غنديروا بها حرشه. من بعد اما تنديروها في الفران ولا على البوطه، يعني على حسب الاختيار ديالكم. تنطيبوها عادي. من بعد تنشدوا الحريشه ديالنا تنعاودوا من جديد، كنديروها صغيره بحال اللي تنديروا الطعام، يعني هاد الطريقه تيديروها غرباوه المدهوسه. من بعد تنزيدوها معلقه ديال الزبده، من احسن تكون الزبده ديال الزبده البلديه. ما كانت متوفره راه تنقضيو باللي كاين. وتنزيدوا السكر على حسب الذوق، يعني هنايا كاين اللي كيبغيها حلوه، ومن الاحسن تكون حنايا هذه هي الطريقه ديالنا. كاين اللي ما تيديرش فيها السكر. وهنا بالاخص يعني المكون الرئيسي اختي ما كاينش الزيت البلديه، غير بلا ما ديريها. الوصفات التقليديه كاملين تعتمدوا على الزيت البلديه. تنديروا الكميه ديال الزيت البلديه كميه محترمه، تنعاودوا نبسبسوا هادشي كامل، وكنحاولوا نفتلوه كما تنديروا ديال الطعام. وهذا هو السر، يعني جدودنا والامهات ديالنا اللي مازال محافظين على هاد الوصفه هكا كانت كدير، وهكا الطريقه ديالها الصحيحه. وها هو الشكل النهائي ديالنا مع كويس ديال الاتاي في الصباح ولا في العشيه. وهاد الوصفه في البرد تجي خطيره ورائعه، عرفتي واحد الريحه منها، راه الريحه ديالها خطيره. ولو وصلتي معنا لهنا المرجو الضغط على الزر الاحمر اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من قناة طبخ البلاد. وان شاء الله نجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو تقليدي اصيل. وان شاء الله الدعم ديالكم حبابي والاشتراك كما قلت لكم. شكرا على المتابعة والتعاليق ديالكم الزوينة، وان شاء الله في فيديو جديد.